لما بتحب حد حب حقيقي بتكون فاهمه قوي، عارف بيفكر ازاي، وعارف الأسباب والمبررات لكل تصرفاته وردود أفعاله وكلامه، حتى لو هو بعيد عنك ومش قصاد عينيك. بتكون عارف ومتوقع هيقول ايه من قبل ما يقول. ومش بس كده، ده انت كمان بتكون كأنك شايفه قصاد عينك وهو بيتكلم، شايف بيتكلم ازاي والكلام طالع منه بأي أسلوب. عشان كده ما بتعرفش تزعل منه، وبتبقى متفاهم لكل حاجة بيعملها حتى لو الحاجة دي ظاهريا. في المقابل ممكن غيرك يشوفها إنها حاجة تزعل، بس انت ما بتشوفهاش كده لأنك فاهمه وحاسس بيه. بيكون في بينكم كده لينك خفي بتوصلوا بيه رسائل لبعض بطريقة محدش يقدر يفهمها ولا يعرفها غيركم. ولما بتحصل بتبقى عايز تقوله الرسالة وصلت، بس من غير ما تقول هو عارف ان رسالته وصلت لك وانت فاهم. ما بيكونش في بينكم مجال لسوء الفهم، وما بيبقاش في داعي للشرح والتبرير لأي حاجة، لأنك ببساطة شايفه من جوه قلبه. نعمة كبيرة قوي إنك تكون مدرك طبيعة وشخصية الإنسان اللي بتحبه، وتكون السكة بين عقولكم مفتوحة زي ما هي بين قلوبكم. ده بيوفر عليكم مجهود كبير قوي، وبيحافظ على مكان كل واحد جوه التاني. التبرير الكتير وإنك تكون مطالب طول الوقت إنك تشرح وتبرر تصرفك أو تصحح فهم خاطئ لكلامك، ده بجد شيء يخنق وبيزهق. إنك تعيش مع حد بينه وبين عقلك فجوة كبيرة وبتعمل مجهود خارق عشان يفهمك، ده كفيل إنه ينهي أي حب جواك ناحية الشخص ده، لأنك بتحس إنك في وادي وهو في وادي تاني خالص. وحتى لو حاولت تشرح وتفهمه برضه مش هيفهم، والعكس صحيح. لما بتتعامل مع حد فاهمك وفاهم دماغك وعارف انت عايز ايه وحاسس بايه من غير ما تقول، ده لوحده كفاية انه يخليك تحب الشخص اللي معاك وتكون مرتاح ومبسوط معاه طول الوقت. ربنا يرزقكم بالناس اللي تفهمكم صح، اللي تعيشوا معاها من غير ضغوط وخوف، اللي تكونوا معاهم على طبيعتكم. ربنا يرزقكم بناس بتفهم. دمتم بخير.